في الفيديو بتاع النهارده هقول لك اسهل طريقه تقدر تشغل بيها الشاشه بتاعه الموبايل بتاعك على اللابتوب او البي سي، وتقدر برده كمان تتحكم في الشاشه بتاعه الموبايل ده من اللابتوب او البي سي بطريقه سهله قوي. والطريقه دي على فكره هتكون ببرنامج استخدامه سهل جدا، وهسيب لك رابط تحميله تحت في الديسكربشن وكمان في اول كومنت. خش حمله دلوقتي حالا من اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن عشان تتابع معايا الشرح واحده واحده. وبرده وانت تحت كده ما تنساش تظبطني بلايك وسبسكرايب، شير بقى للفيديو وكومنت جميل كده تقول لي رايك فيه في السيت اب والمكان الجديد ده، ويلا بينا نبدا على طول. اول ما تخش على اللينك اللي موجود تحت في الديسكربشن هتلاقيه بيوديك للصفحه بتاعه الموقع بتاعه البرنامج ده، وهتلاقي في الصفحه دي بقى شرح كامل للمميزات بتاعه البرنامج ده، زي ان هو بيدعم موبايلات الاي او اس وكمان اي موبايل اندرويد، وبيقول لك ان البرنامج ده هيديك تحكم كامل في الموبايل بتاعك من خلال الشاشه بتاعه البي سي او اللابتوب بتاعك، بمجرد بس اما انت تنزل البرنامج ده وتتبع الخطوات اللي انا هقولها لك كمان شويه. وبرده بيقول لك ممكن تستريم من الموبايل بتاعك والشاشه موجوده اصلا على اللابتوب او البي سي بمجرد برده اما انت تستخدم البرنامج ده. وبيقول لك ان انت باستخدام برنامج اي ماي فون ميرور 2 تقدر تنقل اي داتا من البي سي للموبايل بتاعك الاندرويد في اقل من دقيقه، ومميزات تانية كتير. هتنزل بقى البرنامج من كلمه فري داونلود، وبعد ما تنزل البرنامج وتسطبه وتعمل كل حاجه فيه وتفتحه بقى هتلاقي الواجهه بتاعته سهله جدا. اول حاجه بيقول لك ان انت هتختار الموبايل بتاعك اندرويد ولا اي او اس، ففي الحاله بتاعتي دي انا معايا البوكو اف 5 فالموبايل يعني يعتبر اندرويد، فهختار الخانه بتاعه الاندرويد. تمام، تضغط هنا كده على خانه الاندرويد، بيقول لك وصل الموبايل الاندرويد بتاعك ده بالبي سي او اللابتوب بتاعك يعني عموما، فده اساسي برده ان احنا هنحتاج الوصله بتاعه الموبايل، يعني ايا كان الوصله بتاعتك هتحتاج الوصله بتاعه الموبايل، ولكن اتاكد انها الوصله الاصليه علشان ما يحصلش فيها اي حاجه. ولو جات لك الرساله دي اعملها على ترانسفير فايل، وبعدين هيظهر لك كده ان هو البوكو اف 5، هتضغط على اوكي. تمام، هو حدد كده خلاص الجهاز بتاعك. هتستنى كده شويه هتلاقي ان هو بيطلع لك خطوات تفعيل اليو اس بي ديباجنج، فهتتبع الخطوات دي بالظبط زي ما هو كاتبها لك على حسب النوع بتاع الموبايل بتاعك. لو انت معاك موبايل من شركه شاومي او بوكو، والخطوات بكل بساطه ان انت هتروح على الميو اي فيرجن وتضغط عليها 7 8 9 10 مرات كده لحد ما يقول لك ان انت فعلت وضع ديفلوبر اوبشن. وبعد ما تفعل وضع ديفلوبر اوبشن هتروح على علامه السيرش اللي موجوده في السيتنج وهتبحث عن كلمه ديفلوبر اوبشن، هتضغط بقى على الخيار بتاع الديفلوبر اوبشن ده، ولكن خلي بالك وانت بتلعب في اي حاجه من الكلام ده انت ممكن تبوظ الموبايل بتاعك، فاحذر وانت بتلعب في الكلام ده. فالمهم زي ما انت شايف كده في الخطوات بتاعه الموقع بيقول لك ان انت هتنزل لتحت كده شويه لغايه اما تلاقي كلمه اليو اس بي ديباجنج. هتفعل اليو اس بي ديباجنج، ولو ظهر لك بقى الشاشه بتاعه الحوارات بتاعه اللي هو يعني بيحذرك من الكلام ده فقول له اوكي ووافق عادي خالص. وبعد كده هيظهر لك على الموبايل الشاشه دي واللي هي بتقول لك allow يو اس بي ديباجنج، هتضغط على allow او اوكي. تمام، وبس كده خلاص انت الموبايل بتاعك الشاشه بتاعته بقت حرفيا موجوده قدامي هنا على اللابتوب. اقدر بقى وانا بتحكم كده في ان انا بلعب في الشاشه الرئيسيه بتاعه الموبايل، بلاقي ان الشاشه الرئيسيه برده قدامي هنا على الموبايل، واقدر اتحكم في الموبايل بقى تحكم كامل من خلال اللابتوب او البي سي بتاعي. لو انا بلعب لعبه معينه اقدر بقى ان انا العب اللعبه دي واللي هي المفروض تكون على الموبايل، بس انا شخصيا بلعبها وبتحكم فيها من خلال اللابتوب او البي سي بتاعي. وبرده الحوار ده هيفيد جدا جدا الناس اللي بتمنتج او اللي هو يعني لو انت شغال مونتير، فالموضوع ده هيفيدك جدا جدا لانك هتعرض بقى الفيديو هنا على الشاشه بتاعه الموبايل وهو مثلا معمول له كالر كوركشن، وهيظهر هنا برده عندك على اللابتوب او البي سي علشان تشوف بقى الالوان بتاعه الفيديو هتكون عامله ازاي، وحاجات تانية كتير بقى مميزات تحفه قوي انت اصلا مش هتقدر تعدها، لان بجد المميزات بتاعه التطبيق ده هتكون تحفه قوي. والبرنامج ده على فكره بيتميز جدا جدا عن كل المنافسين بتوعه في حته ان هو بشويه خطوات كده بسيطه انت بتتبعها هتلاقي ان انت خلاص عملت ميرور للموبايل بتاعك على البي سي او اللابتوب. تقدر بقى تاخد سكرين شوت من اللي انت بتعمله على الموبايل بتاعك عن طريق ان انت هتضغط بس على الايكون بتاعه الكاميرا دي، وممكن تقفل او تفتح الشاشه بتاعه الموبايل بمجرد برده اما انت تضغط بس كده على الخيار اللي تحت الكاميرا ده، وممكن كمان تعمل سكرين ريكورد للشاشه بتاعه الموبايل من البي سي او اللابتوب بتاعك وضغطت على الخيار الرابع. والبرنامج ده على فكره بيكون مجاني بجزء كبير، بس للاسف في شويه حاجات كده انت ممكن تكون محتاج تدفع لها فلوس علشان تستخدم البرنامج ده، ولكن على فكره السعر بتاع البرنامج ده خطير جدا، هو السعر اللي ظهر قدامك دلوقتي في مقابل المميزات والجمدان اللي هو بيقدمه لك ده، بيقدم لك السعر البسيط ده، بجد دي حاجه عظيمه جدا. زي ما قلت لك هتلاقي لينك تحميل البرنامج ده موجود تحت في الديسكربشن وكمان في اول كومنت، خش احمله دلوقتي حالا، ولو انت برده يعني مش عايزه فخش حمله برده عشان تنفع اخوك ونرفع بقى القناه دي ونوديها في حته ثانيه خالص. وبس كده يا جدعان، كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تظبطوني بلايك وشير وسبسكرايب، كومنت كده او اي اوبشن جميل اليوتيوب مديهولك عايزك تعمله عشان تظبطني كده ونودي ريتش القناه ده في حته ثانيه خالص. وبس، سلام.